الشر. أنقلك إلى نقطة أيضا ووجهة نظر أنت عادة اعتمدتها في كثير من أبحاثك. قلت بأن الأمازيغية صنيعة المخابرات الفرنسية، وبأن البربر أو لي بربر أصلهم عرب. ألا تطمس بذلك دكتور بلغيث هوية وتاريخ شعب كامل؟ هل يمكن لمؤرخ أن يلغي ثقافة بأكملها هكذا؟ والله ليست هناك ثقافة، هذا مشروع إيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. ليست هناك حاجة اسمها أمازيغية، هناك حاجة اسمها بربر أو بربرية. البربر عرب قدماء، هذا ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق وفي الغرب. أما هذه قضية الأمازيغية بالإجماع عند عقلاء الليبيين، عند عقلاء الجزائريين، عند عقلاء المغرب، هي مشروع سياسي من أجل تقويض أركان وحدة المغرب العربي في مواجهة ما كانت تحلم به فرنسا الاستعمارية، مغرب عربي فرنكوفوني. نحن نعود في جذورنا وأصولنا إلى العماليق، إلى الفينيقيين، إلى الكنعانيين. نحن عرب، وهذا هو سر العداوة بيننا وبين خصومنا في الداخل وفي الخارج. ولكن دكتور بلغيث، كل شيء ننسبه لمؤامرة من الفرنسيين ومن الصهاينة. يعني أنا قرأت صراحة عن الأمازيغ تحضيرا لهذه الحلقة. اسمح لي دكتور بلغيث، الأمازيغ هم مجموعة عرقية أصلية كانت موجودة في هذه المناطق من شمال إفريقيا، في المغرب، في الجزائر، في تونس، وحتى في ليبيا وفي موريتانيا. تفاعلوا مع الفينيقيين، تفاعلوا مع الرومان، وكانوا مسيحيين في الأصل، ثم أسلموا بعد أن جاء المسلمون إلى شمال إفريقيا فيما يسمى بفتوحاتهم الإسلامية. ما رأيك؟ والله هذا كلام خطير بنتي العزيزة. أنا هذا كلام لمؤرخين آخرين. هي طبعا أنت وصفتيني بأني أصبحت إيديولوجي، هؤلاء أيضا إيديولوجيون. لذلك أنا نقول لك بالفم المليان التاريخ حقائق ووثائق. ساكنة شمال إفريقيا بربر، وهؤلاء البربر جاءوا أو ما هم أولا ما همش عرق حتى تكوني في الصورة، وهذا كلام كامبس، هذا كلام المؤرخين الكبار الذين تخصصوا في هذا الموضوع. البربر هوية. يتكلم يقول الآن في هذه اللحظة حينما نشر كتابه، والكتاب مترجم في أكثر من طبعة، يقول الآن لا توجد عرق اسمه بربر، ولا توجد لغة اسمها بربرية. أنا أحسن اختيار المسائل، هذا تخصصي الدقيق جدا. أنت دخلت الآن المحيط الأطلسي، إياك ألا تحسن السباحة فيه. ولكن أين المشكلة؟ لذلك أنا أقول لك بنتي هذه قضية أمازيغ. أين الإشكالية لو قلنا بأنهم سكان أصليون في شمال إفريقيا، بأنهم ليسوا عربا؟ يعني قد شوف أنت مثلا في المشرق هناك العديد من القوميات، مثلا عندك الأكراد، عندك قوميات عديدة يعني يحافظون على هويتهم. هل لديك مشكلة بأن الأمازيغ ليسوا عربا بصراحة؟ لا، عادي جدا. لا أنا بالنسبة إلي الذين يقولون شوفي حتى تكوني في الصورة. أيوة. أنت الآن راكي بعيدة عن الوطن. شوف هؤلاء الذين يتبنون المشروع الثقافي الأمازيغي، قل له أي كلام، قل له أنت صهيوني، أنت يهودي، أنت مسيحي، أنت ملحد، إلا أن تقول له أنت عربي. الآن الإشكال في قضية عرب حتى تكوني في الصورة وأنت إعلامية جيدة ومتابعة. الآن كانت هناك حاجة اسمها إسلاموفوبيا، الآن أصبحت هناك حاجة اسمها عربوفوبيا. تأكدي جيدا أنا لا أضمر أي حقد لأي كان في مكونات الاجتماع، كن من تكون، هكذا خلقنا المولى سبحانه وتعالى. ولكن الشيء الذي أعرفه جيدا أن هناك متغير معروف جدا منذ تأسيس الأكاديمية البربرية في 67 في باريس، وباريس هي التي تقوم على التحريض من أجل تفكيك مكوناتنا الاجتماعية. دكتور نحن بلغيث بربر، أريد بربر. دكتور بلغيث، هذا فقط سياسيا. لا ربما أنا أتحدث عن أصلهم الحقيقي. قد تكون فرنسا فعلا قامت الأصل تاعهم عرب، ولكن هناك من يقول هم من أقدم الشعوب في يعني ليسوا الأقدم، ولكن من بين أقدم الشعوب الذين استوطنوا في شمال إفريقيا. وأنت تعرف يا دكتور بلغيث هم خاضوا أنت تعرف
خاضوا. على فكرة أنا أحاورك كفضيلة الإعلامية، لا علاقة لي بأصل الجزائر في الحديث عن هذه الأمور. دائما أواجه ضيوفي بالآراء الأخرى يا دكتور بلغيث. يعني مثلا الأمازيغ يقال بأنهم عادي جدا. وعلى فكرة أنا بالأصل لست أمازيغية، فقط حتى أقول لك يعني هم خاضوا معركة للحفاظ على هويتهم، يعني لا يمكن إنكار ذلك. خاضوا معارك للحفاظ عن لغتهم، عن لبسهم، عن تقاليدهم. يعني ألا ينبغي احترامهم من أجل ذلك دكتور بلغيث؟ والله شوف، أنا أحترم كل مخلوق على هذه البسيطة، ولكن أنا لا أحترم من يغالط أمته. ليس هناك حاجة اسمها أمازيغ ولا مازيغية كما يقول أستاذنا الدكتور سعد الله. هناك مكونات بربرية معروفة، عندنا شوية، عندنا توارق، عندنا قبائل، عندنا شلوح، عندنا 13 مكون ينتمون إلى شعب بربري. هذا الشعب البربري هو نتيجة طبيعية جدا للعماليق منذ أكثر من 8000 سنة. وأنا دوما أقول أنني أنتمي إلى جزائر من إنسان تغنيف إلى الإنسان الحالي في وقتنا الحالي. فالمجتمع تاعنا تكون عبر الزمان وعبر المكان. ليست هناك هوية أمازيغية. هذه الهوية الأمازيغية لا توجد إلا في باريس، ولا توجد إلا في المخابر الإسرائيلي، ولا توجد إلا في الهيئة والثمانية التي تسيطر بين مكونات المجتمع في ليبيا. من كلامك الكثير من السكان إن كان في الجزائر، في المغرب، في تونس وفي ليبيا، الذين